لليوم الثاني على التوالي تواصل السفارة المصرية ببرلين وقنصلياتها في فرانكفورت وهامبورغ استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري للمصريين في الخارج. يعني الحقيقة السفارة جزء أو امتداد للعملية الانتخابية اللي بتجرى في الوطن. احنا بنبتدي الأول، والهيئة الوطنية للانتخابات هي اللي بتنظم كل شيء، واحنا بنعتبر فرع من الفروع الخارجية للهيئة الوطنية. طبعا هم بلغونا بمواعيد الانتخابات، وزي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين عارفين الانتخابات بتجرى على مراحل علشان ناخد كل المحافظات تباعا على مرحلتين يعني بالأدق، وأبلغنا بيها وتم إبلاغ الجالية المصرية المتواجدة في نطاق عمل برلين، وكذلك نفس الشيء حصل في فرانكفورت، قنصليتنا العامة في فرانكفورت وقنصليتنا العامة في هامبورغ. وبالتالي كل المواطنين عارفين هنا، والجداول بتاع عشان مش كل واحد في محافظة، يعني ممكن مثلا محافظة القاهرة دي مؤجلة للأسبوع القادم. حاليا في الناس اللي بتيجي هي اللي مربوطة بالمحافظات اللي السيستم بيتقبل تصويتهم فيها. فكله تم الحمد لله، واحنا عملنا كل الإجراءات وظبطنا كل شيء وفقا للتوجيهات بتاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي نفس الوقت على تواصل دائم مع الهيئة الفنية عندهم، علشان طبعا احنا بنجري الانتخابات عن بعد، والحمد لله المسألة ماشية كويس الحمد لله. وقد توقع السفير المصري إقبالا أفضل على مدار اليوم. أكتر شوية متوقعين أكتر شوية، بس طبعا كلها مرتبطة بالمحافظات اللي هم موجودين فيها. الحمد لله السفارة مؤمنة تماما، زي ما حضرتك شفتي بره الشرطة متواجدة والأمن الداخلي تمام، والحمد لله كله متظبط بفضل ربنا. حرص المصريون في الخارج على المشاركة في صنع القرار في أوطانهم رسالة مفادها أن الوطن حاضر في وجدانهم أينما كانوا. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.